لم يعرف تشددا بين المواطنين أو تفرقة، وبناء عليه نعلن مطالبنا التي توافقنا عليها. أولا، إقالة وزير الداخلية الذي أثبت فشلا ذريعا في حماية أرواح وممتلكات المصريين، وشكل بممارساته تحديا لروح وفلسفة ثورة 25 يناير. ثانيا، تطبيق سيادة القانون مما يقتضي محاسبة المعتدين أيا كانوا، ورفع الغطاء السياسي عن أي ممارسات أو انتهاكات لحقوق المواطنين، وإيقاف ما يعرف بالجلسات العرفية التي لا تلبي أدنى متطلبات العدالة. ثالثا، التطبيق الفوري لحكم محكمة الاستئناف وتوصية المجلس الأعلى للقضاء بإقالة النائب العام وتعيين نائبا عاما جديدا. رابعا، تشكيل لجنة تقصي حقائق في كل الأحداث التي شكلت انتهاكا لحقوق المواطنين، من أحداث قصر الاتحادية وبورسعيد والمقطم مرورا باقتحام مشيخة الأزهر، وانتهاء بالأحداث الأخيرة في الخصوص ومحيط الكاتدرائية. شكرا. عن كلمة حزب الوفد طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الأحداث المؤسفة والمؤلمة والدامية التي تمر بها البلاد هذه الأيام سوف تعصف بالجميع وتعصف بأمنهم واستقرارهم في الحاضر، الوحدة الوطنية، والمستقبل. تلك الأحداث كفيلة بنسف الكيان الذي يقوم عليه الوطن، فقد أصاب قلب الوطن جرحا غائرا، فالوطن يستغيث بكل المخلصين من أبنائه مسلما ومسيحيا صفا واحدا. والكل يعلم تاريخ الوفد ومواقفه المشرفة والمؤثرة، والتي لم تفرق يوما بين مسلم وقبطي، والتاريخ يثبت ذلك من المواقف الماضية والحاضرة للزعماء الوفديين سواء مسلمين أو أقباط. وكانت هذه المواقف مواقف حزبية وفدية مصرية مخلصة، لم تكن مواقف زعيم وفدي مسلم أو زعيم وفدي قبطي. ولهذا قررت من هنا من مجلس الشورى كنائب منتخب من الشعب ورئيسا لهذه الهيئة البرلمانية ولهذا الحزب إننا نحذر ونحمل الجميع حاكم ومسؤول خطورة ما يحدث من فتن طائفية في هذه الأيام المقبلة، وخصوصا بعد أن تم السماح باستخدام الشعارات الدينية في الانتخابات. وقد رفضنا هذا قطا وبقوة، وعدم محاسبة ومحاكمة كل من تسول له نفسه لزرع الفتن وتفشيها في أرجاء الوطن. إن الضحايا التي تسقط من أبناء الوطن المخلصين لن يعوضنا عنهم شيئا إلا القصاص العادل، سواء من مسلم أو قبطي. الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية، وكشف الحقائق بكل شفافية من رئيس الجمهورية قبل وزير الداخلية، ووضوح وعدم التخاذل والبطء في التحقيقات. فكل الضحايا التي تسقط من أبناء هذا الوطن هم غاليين علينا جميعا. فالشهيد شهيد وطن، لا شهيد مسجد أو كنيسة، لا شهيد هلال أو شهيد صليب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.